زملائي المعلمين والمعلمات، السلام عليكم ورحمة الله. دمتم بخير أينما كنتم. إن شاء الله من خلال الفيديو ده هنكمل شرح المادة العلمية لمحاور وظيفة وكيل ومدير مدرسة، ومن خلال الفيديو ده هنشرح المحور الرابع اللي هو مجال الكفايات الفنية والإدارية لوظيفة وكيل ومدير مدرسة. مجال الكفايات الفنية والإدارية. تمهيد: يعد قائد المدرسة صاحب الدور المهم والرئيسي في نجاح العملية التعليمية في المدرسة التي يتولاها، ومن المفترض أن يكون لديه الخبرة والمؤهلات اللازمة والالتزام بالعمل من خلال قيادة مدرسية ناجحة تعمل على إرساء علاقات إيجابية مع المعلمين تثير حوافزهم ودوافعهم للعمل عن طريق تطبيق أنماط وأساليب في القيادة والتربية بشكل عام، والتي تحاول توفير أحسن الطرائق للتعامل مع العنصر البشري داخل المؤسسة التربوية وتلافي الأساليب المثبطة والسلبية أثناء العملية لتحقيق الأهداف المرجوة. يبقى مدير المدرسة بيبقى له دور مهم جدا في إثارة حوافز أو دوافع العاملين لتحقيق الأهداف وتجنب الآثار السلبية أو الأساليب السلبية والمحبطة التي لا تؤدي لتحقيق الأهداف. وعليه فإن مدير المدرسة ومسؤولياته القيادية والإدارية والفنية والتربوية واسعة، وتشمل كل جانب من جوانب العملية التربوية والتعليمية وجوانب الحياة المدرسية، ويدخل تحت هذه المسؤولية العديد من الواجبات والمسؤوليات الفرعية التي تشمل كافة شؤون المدرسة وكافة جوانب الحياة فيها، ولكن بالرغم من كثرتها وتعددها يمكن تصنيفها تحت فصائل محددة تقل أو تكثر في عددها. ودورها الأكثر أهمية هو الدور الرئيسي بالنسبة للمعلمين، وهو أنه المترجم للقرارات العليا. إن دور مدير المدرسة يتجلى في الإشراف على تحقيق الأهداف التربوية من أجل إعداد النشء وتربيته تربية متكاملة روحيا وخلقيا وجسميا، ليصبح قادرا على المساهمة في تنمية مجتمعه. أولا، أدوار ومهام مدير ووكيل المدرسة. أولا، دوره كمخطط. تعتبر عملية التخطيط من العمليات الهامة التي تساهم في نجاح العمل المدرسي، ويتجلى ذلك في دراسة الأهداف العامة للتعليم وأهداف المرحلة التعليمية، ومن ثم تحديد برامج المدرسة ومشاريعها وكيفية تنفيذها. فكثير من المشكلات التي تتخبط فيها المدرسة مردها إلى انعدام التخطيط للعمل المدرسي. وحتى تكون الخطة فعالة على مدير المدرسة أن يقوم بدراسة عميقة لأهداف المدرسة وكل القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بالمرحلة التعليمية، وكذا معرفة حاجات المدرسين والطلاب وجميع العاملين في المدرسة. ويجب أن تتضمن هذه الخطة الغايات والوسائل الضرورية لتحقيقها والعمل على تنفيذها بشكل جماعي وفق إمكانيات المدرسة. ثانيا أو رقم ب، دوره كمنظم. يقوم مدير المدرسة بعد رسمه لخطة عمل مدرسته بعملية التنظيم لغرض تنفيذ هذه الخطة، ويتجلى دوره التنظيمي في التنسيق بين جميع العاملين في المدرسة، ساعيا إلى تحديد الموارد والإمكانيات التي يحتاجها وتوقيت الأداء ووضع الفرد المناسب في المكان المناسب، بالإضافة إلى تحديد معايير دقيقة لتقويم العمل المدرسي. إن عملية التنظيم بشيء ضروري، لأن تحقيق الأهداف التربوية يقوم بها العديد من الأشخاص الذين وجب تنظيمهم والتنسيق فيما بينهم لضمان الفاعلية والنجاح. ثالثا أو رقم ج، دوره كموجه. يعتبر التوجيه عملا تربويا وأهميته بالغة بالنسبة للعمل المدرسي، حيث يقوم المدير كقائد تربوي بتوجيه المدرسين والموظفين والطلاب الذين يعتبرون الأطراف الأساسية في المعادلة التربوية. ومن الضروري أن تتم عملية التوجيه في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، وذلك باستعمال الأساليب التربوية والفنية السليمة كالاتصال المباشر وعقد اجتماعات دورية. ولكي يكون التوجيه فعالا ينبغي على مدير المدرسة أن يكون على دراية بمشكلات المدرسين وحاجاتهم، وعلى معرفة تامة بخصائص مراحل نمو الطلاب ومشكلاتهم وطرق علاجها، بالإضافة إلى معرفة الظروف الاجتماعية والثقافية المحيطة بمدرسته. ويحاول توجيه الجميع إلى السلوك التربوي والاجتماعي السليم في ضوء قيم المجتمع وعاداته. رقم د، دوره في تنمية العلاقات الإنسانية. لا شك أن مدير المدرسة يختلف تماما عن مدير المصنع أو الشركة، لأن همه الإنسان ويتعامل مع البشر، في حين نجد أن هم مدير المصنع هو الإنتاج المادي. من هنا تظهر ضرورة العلاقات الإنسانية وأهميتها في المدرسة، ومن واجب المدير أن يعمل على ترقيتها وتطويرها لخلق جو من التفاعل التربوي والاجتماعي السليم. إن مدير المدرسة يتعامل مع المدرس والتلميذ والموظف، وكل واحد منهم له حاجات تتطلب إشباعا، وله خصائص وسمات معينة يجب التعامل على أساسها. وكل ذلك يتطلب من مدير المدرسة أن يكون بحق إنسانا مع هؤلاء جميعا،
أي أن يشعرهم بالأمان والاحترام والتقدير، ويعمل على تقوية الروح المعنوية بينهم، ومن جهة أخرى يسعى على تجنب التوبيخ والإهانات والإكراه، وبالتالي يعمق لدى كل القوى البشرية الشعور بالانتماء وحب المدرسة والتفاني في خدمة العملية التربوية بها. رقم دوره في العمل مع فرق العمل المختلفة. إن مدير المدرسة يتفاعل مع العديد من فرق العمل، حيث يعتبر قائدها وفي نفس الوقت أحد أعضائها، وفي هذا المجال يتمحور دور المدير حول ما يلي: 1. مساعدة أعضاء المؤسسة على تحديد أهدافها ومشكلتها. 2. استثمار مواهب الأعضاء واستغلال معارفهم. 3. إتاحة الفرص للتفكير الجماعي. 4. اكتشاف قدرات واهتمامات الأعضاء. 5. تشجيع التفاعل بين مختلف فرق العمل. خلق مناخ موجه نحو تحقيق الأهداف التربوية. ودوره في ربط المدرسة بالمجتمع المحلي. لما كانت التربية عملية اجتماعية، فإن المدرسة مؤسسة اجتماعية وجدت لخدمة أبناء المجتمع ومؤسساته، كما أن نجاحها متوقف على سدها لحاجات المجتمع المختلفة والحفاظ على إرثه الحضاري. ومن هنا وجب على المدير أن يعمل جاهدا على ربط مدرسته بالمجتمع، ويسعى على التفاعل المثمر بينهما، وذلك من خلال برامج لخدمة البيئة وفتح ملاعب المدرسة ومكتبتها لأبناء المجتمع، بالإضافة لإعداد برامج لمحو الأمية وتعليم الراشدين وإلقاء المحاضرات وعقد ندوات فكرية وثقافية، وكذا العمل على الاستفادة من مختلف المؤسسات الأخرى وتقريبها من المتعلمين من أجل اكتساب الخبرات والتعليم الفعال. دوره كمسؤول إداري ومالي. المدرسة كأي مؤسسة أخرى تحتوي على الجانب الإداري والمالي لدى رسالتها، حيث يتولى المدير باعتباره المسؤول الأول في المؤسسة أمور التسيير، سواء فيما يتعلق بالموارد البشرية من ناحية متابعة قضايا التوظيف والترقية والعطل، أو فيما يتعلق بالتسيير المالي من حيث إعداد الميزانية ومتابعة النفقات، سواء المتعلقة بأجور العمال والأساتذة أو المتعلقة بالتجهيز والصيانة. بناء على ما سبق، نكتشف خطورة وصعوبة المسؤولية الملقاة على المدير كقائد للمدرسة التي ينتظر منها المجتمع الكثير، وتتجلى هذه الصعوبة في أن المدير يقوم بدورين متناقضين يتمثلان في المحافظة والتجديد. فهو من ناحية يحاول تحقيق الثبات والاستقرار في عمله كإداري لكي يتم أداء العمل بانتظام ودون انقطاع، ومن جهة أخرى كقائد تربوي يجدد في أساليب العمل وطرق الأداء بما يحقق الدفاعية المتجددة للعاملين فيها. ثانيا، المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية المدير والوكيل. حددت اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، بعض المعايير والتي تندرج تحت مجموعة من المجالات والتي يجب أن يتسم بها كل مدير ووكيل مدرسة، وهي: المجال الأول الثقافة المؤسسية. 1. رؤية وخطط وأساليب واضحة للتعليم. 2. بيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني. المجال الثاني المشاركة، الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم الجماعة وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار. التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تسيير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم. المشاركة المجتمعية. المجال الثالث المهنية، التمكن المعرفي، التمكن المهاري، التنمية المهنية المستدامة، الأخلاق المهنية. المجال الرابع إدارة التغيير، مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، تغيير تربوي يرتكز على المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، تبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتسيير عمليات التغيير، إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي. ثالثا، أهم المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتق مدير المدرسة أو وكيل المدرسة. يقع على عاتق المدير والوكيل مسؤولية متابعة الأعمال التي يغلب عليها الطابع الإداري، كإعداد السجلات وإنشاء الملفات وإجراء المراسلات وتنظيم البرامج وتنظيم توظيف البناء المدرسي بمرافقه المتعددة وغير ذلك. أن الهدف الأساسي من وراء قيام المدير بمهامه القيادية في الجانب الإداري من عمله يتمثل في بلوغ المستوى الأنسب من الأداء وتهيئة مناخ مناسب تسود علاقات إنسانية فعالة من أجل تحقيق حالة من الدافعية لبلوغ الأهداف بالتكامل مع الجانب الفني من العمل. وتشمل هذه المسؤوليات جوانب متعددة في عمل المدير التي يقدم خدماته المتخصصة بشأنها ومن أهمها إدارة شؤون الطلبة، وتشمل عدد من المهمات الفرعية التي تشرف على تنفيذها وتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بها. ومن أبرز ما يتابعه المدير في هذا المجال تنظيم قبول الطلبة الجدد ومتابعة تسجيلهم وتنظيم السجلات والملفات المتعلقة بهم، تنظيم ومتابعة النظام والانضباط المدرسي الداخلي والخارجي،
تنظيم ومتابعة الاختبارات المدرسية وحسن سيرها وتحليل نتائجها، متابعة البرامج المتعلقة برعاية الشؤون الاجتماعية وخدمات التوجيه والإرشاد ورعاية الشؤون. إدارة شؤون المعلمين والعاملين، ويمكن تحديد هذه المهمة بالمجموعة التالية من المهمات الفرعية: متابعة دوام المعلمين وانضباطهم، متابعة تنفيذ القوانين والتعليمات الرسمية المتعلقة بأعمالهم، تشجيع وتنمية العلاقات الإنسانية بين العاملين ورعاية المناسبات الخاصة بذلك، متابعة السجلات والملفات الخاصة بالعاملين والتأكد من صحة البيانات بها، متابعة وتلبية حاجات المعلمين المتعلقة بمتطلبات وظائفهم وأدوارهم الإدارية والفنية. ويمكن لمدير المدرسة أن يمارس أدوارا متعددة موجهة نحو تطوير المعلمين وتنميتهم مهنيا، ومن أبرز ما يمكن أن يقوم به مدير المدرسة في تطوير وتنمية المعلمين تعريف المعلمين بخصائص الطلبة النمائية. إدارة شؤون المعلمين والعاملين، يمكن مدير المدرسة أن يزود المعلمين بمجموعة من القدرات التي تمكنهم من التعامل التربوي والفني مع ما يستجد من أمور ذات صلة بالمواقف التعليمي والتعلمي. قدرة على إدارة غرفة الصف، قدرة على التخطيط لدروس بمستويات الثلاث: السنوي واليومي والدراسي، قدرة المعلم على استخدام الوسائل التعليمية، القدرة على تنظيم نشاطات صفية ولا صفية مناسبة لتلاميذه، القدرة على استخدام اللغة العربية السليمة بوضوح، القدرة على وضع اختبارات تقييس تحصيل الطلبة. متابعة الشؤون المالية، إذ يمكن القيام بإجراءات تكفل تنظيم مالية المدرسة بما يضمن تلبية المتطلبات اليومية اللازمة لتسيير العملية التربوية ومن أهم هذه الإجراءات: تطبيق التعليمات والنظام المالي الخاص بالمدرسة والتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتبعة خاصة ما يتعلق بعمليات الصرف وتدقيقها، تشكيل ومتابعة عمل اللجان المالية وتوضيح مهمتها وإعداد التقارير المالية في أوقاتها، متابعة تنفيذ الماليات الخاصة بالعاملين تحت رئاسته من مرتبات وحوافز ومستحقات مالية، متابعة وصول الكتب إلى المخازن ودقة وسرعة تسليمها للطلاب، متابعة توريد المتحصلات المالية من المصروفات الدراسية والإشراف على توريدها، متابعة تسجيل التبرعات المالية والعينية المتحصلة من المشاركة المجتمعية وتسجيلها في الدفاتر المالية وإضافتها لعهدة المدرسة، متابعة وتنظيم الاتصال والتواصل بين المدرسة والإدارة التربوية. والاتصال هو أحد العلوم الحديثة التي فرض الواقع المتطور للإدارة التربوية، الذي ينظر الاتصال على العنصر الأساسي الذي يساعد في الوصول إلى الأهداف من خلال تنسيق الجهود وتنظيم المعلومات واتخاذ القرارات. 5. تنظيم التسهيلات المادية للمدرسة، ويتعلق بهذا المجال قيام المدير بمتابعة وإدارة وتنظيم البناء المدرسي بمرافقه المختلفة وتسهيل وتنظيم برامج الصيانة للبناء والتجهيزات المدرسية. 6. التقييم الختامي ومتابعة الجوانب الإدارية، وتتكون مهمة التقويم والمتابعة من العمليات والأساليب والأدوات التي تستخدمها مدير المدرسة تمهيدا لإصدار أحكامه واتخاذ قراراته التي تساهم في ضبط وتوجيه مسيرة المدرسة كنظام. 7. الاستعداد لختام العام الدراسي، يطلب تزويده بالكتب المقررة والأدلة والوسائل التعليمية للعام القادم، التأكد من وجود الأجهزة والوسائل التعليمية المناسبة لسير العملية التعليمية وصيانة ما يحتاج منها للصيانة، إعداد قوائم بالأساس الناقص والأساس التالف البدء في تجهيز أعمال الصيانة البسيطة، التدقيق المالي وإخراج التقارير التي يبين تفاصيل المعاملات المالية خلال العام المنصرم، الإشراف على إعداد الاختبارات وتنفيذها، مراقبة سير الاختبارات وتصحيح النتائج والإعداد للدور الثاني بنفس الآليات. أخيرا الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، الحرص على توفير مجموعة من السجلات والملفات والوثائق المدرسية تسهم في تنظيم العمل الإداري المدرسي، ويمكن حوسبة هذه السجلات والوثائق للتقليل من الأوراق ما أمكن، التأكد من توافر النصاب الكامل من المعلمين بما في ذلك الشوائر المؤقتة، وإعداد البرنامج الدراسي الأسبوعي بناء على إعداد البرنامج الأسبوعي للدروس بناء على الأعداد المتوقعة من المعلمين والطلبة وتقسيمات الشعب الصفية. وفي النهاية يا ريت لو كان عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بعمل سبسكرايب للقناة وتعمل إعجاب بالفيديو وتعمل شير، ولو عندك أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي وأنا أرد عليك إن شاء الله في التعليقات على طول. شكرا لكم، كان معكم مستر عيد سالم ومع تمنياتي بالتوفيق للجميع. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.